السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا اخواتي في قناة مطبخ ام شكري. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا واحد الصفه نتاع زمان اللي كنا كنديروا بالكسكس، يعني كنا كنديروها بالكسكسو الرقيق. هذا هو كسكسو داري رقيقه، انا كنشريه من عند محلات نتاع المغاربه او الاتراك حتى هما كيبيعوه. هذا الكسكسو هذا كيكون فيه كيلو، انا غادي ندير غير 750 غرام، يعني ما غاديش ندير كيلو كامل لان بزاف. هذا هو الكسكسو، يعني كنا كنديروه زمان بلا حليب بلا حتى شي حاجه، لكن هذه الطريقه اللي غادي نوريكم اليوم كتكون سهله. يعني بالحليب كنفوروه تفويره واحده في الاول مزيان، والتفويره الثانيه تكون غير شي شويه، يعني ما يعني كياخذ معنا واحد الوقت اللي هو قصير بزاف. عندي الزبده غادي ندير نصف العلبه، هذه فيها 250، غادي ندير نصف الكميه. عندي كاس نتاع السكر، وعندي نصف كاس نتاع الزيت، ويترو لتر نتاع الحليب، 1 لتر نتاع الحليب. غادي نشوفوا ممكن يكفينا وممكن ياخذ معنا حتى لتر ونص، غادي نشوفوا ان شاء الله. غادي نبداو دابا بالطريقه. غادي نجيبوا القصريه نتاعنا ونديروا فيها هذا الكسكسو هذا. يعني على حسب افراد الاسره، ديروا يعني كيلو، ديروا كيلو الا ربع، ديروا نص كيلو، نتوما على حسب. انا درت 750، خليت 250 غرام يعني لان بزاف شويه. انا عندي الملح، غادي ندير الملح، طبعا ما درتش بالمعلقه، غادي ندير يعني غير هكايا، يعني نكون ميزانكم في الملح. وغادي ندير هاد نصف كاس نتاع الزيت، وغادي نبسس هاد الكسكسو هذا مزيان. صافي على هاد الشكل هذا تدخلت فيه ديك الزيت كامله. دابا غادي نديرو في الكسكاس، هانتوما غادي نجيب الكسكاس وغادي ندير فيه هذا الكسكسو هذا ونخليه يفور. يعني التفويره الاولى من الافضل الى عندكم الوقت تخلوه يفور مزيان. انا غادي نخليه يفور واحد 25 دقيقه، لكن هي 15 دقيقه كافيه. يعني الا خليتوه يفور غير 15 دقيقه، الا كان عندكم ضياف يعني وزربانين 15 دقيقه راها كافيه، لكن انا غادي نخليه 25 دقيقه. دابا الكسكسو ديالنا راه كيطيب. انا درت هادي طرون تاع الحليب درتو هنايا في الكاسرون. دابا غادي نخليه يطيب، ضروري نطيبوا الحليب يعني حتى يغلى ونرجعوا ان شاء الله. صافي اخواتي، كنجيبوا هاد الكسكسو ديالنا بعد ما خليته انا واحد 20 حتى 25 دقيقه. انا كنقول لكم يعني 15 دقيقه راها كافيه. بهذا الشكل هذا هانتوما كتشوفوه محلول يعني بديك الزيت اللي درنا له. دابا غادي نجيب داك الحليب اللي طيبت، غادي نحاول نصفيه. راه طايب الحليب، كيكون طايب. هانتوما ديك الفريره ضروري خصكم تصفيوه، يعني الكسكسو سخون والحليب سخون. هذا هو السبب باش اللي كيخلينا يعني ما كنفوروش 3 تفويرات، ما نبقاوش معذبين معاه. على هذا الشكل هذا وكنغطيوه وكنخليوه 15 دقيقه حتى كيتشرب مزيان هذا الحليب هذا، ومن بعد نرجعوا ان شاء الله. صافي اخواتي، انا رجعت معكم بعد مرور 15 دقيقه. نتوما كتشوفوا يعني تشرب ديك الحليب كامل. الا بغيتوه يجيكم رطب اكثر ديروا يطرو ونص، حتى يطرو ونص راه ما يوقع له والو، يعني يجيكم رطب. اولا يطرو واحد الكاس زياده، يعني حتى ما قدرتوش ديروا يطرو ونص ديروا. هو غادي نعبر لكم بالكيسان وغادي نحط لكم في صندوق الوصف يكون افضل شحال ديال الكيسان ديال الحليب باش اي اخت تقدر ديرها غير بالكيسان. دابا في الاثناء هذه غادي ندير الزبده، ما حد مازال ما نشفش مزيان. غادي ندير 125 غرام تاع الزبده البلديه.
زبده البقر، يعني زبده حيوانيه اخواتي، ما تكونش زبده نتاع الباطا ولا راه ما تعطيكمش المذاق نهائيا. يعني ضروري هاد الزبده هادي كيما هكا كنغطيو عليها وكنخليوها تذوب على ما تبرد لينا نيت شويه. هي برد لينا نيت شويه الكسكسو هذا. شوفوا نتوما الحليب هذا كيدير لنا بحال الا فورناه هانتوما، يعني بحال الا داو فورناه 3 ديال التفويرات. غادي نخليه على ما تذوب هاد الزبده هادي. وهاد الزبده هادي تقدروا تخليوها لاخر مرحله، يعني تنزيدو نفوروه التفويره الثانيه في الكسكاس وتقدروا ديروها في الاخر، لكن انا كنديرها دابا. يعني راه ما كتذوب ما والو في الكسكاس، لانه في الكسكاس كنرجعوها غير 15 دقيقه دابا صافي وكنساليو. لكن تقدروا تخليوه المرحله الاخيره يعني تنكملوا وعاد ديروا الزبده. مازال سخون اخواتي، ما قدرتش يعني عليه. صافي اخواتي بعد ما دابت لينا الزبده كنبقاو نفكوه كيما هكايا. انا درت، نتوما شتوني درت يعني كيلو الا ربع، يعني راكم شفتوا خليت شويه في الباكيه. هز معايا 7 الكيسان ونصف بعبر كاس العلبه نتاع الحليب. الاخوات المبتدئات اللي كيخافوا مثلا الحاجه تعجل ليهم، 7 الكيسان ونصف يعني مضبوطه، ما تخافوش منها. ماء الحليب طايب طيبوه وديروه هانتوما كتشوفوا كيفاش كيجي هانتوما، يعني كيجي طايب صافي، يعني رطب، ماشي حرش ولا شي حاجه، راه رطب صافي. وكنرجعوه للكسكاس غير واحد 15 دقيقه. هو راه طايب، يعني ما يحتاجش دابا شي حاجه، داك الحليب طايب راه كيطيبو، ما كيحتاجش نطيبوه. غادي نرجعوه 15 دقيقه في الكسكاس صافي. وكندير الكسكسو ديالي في الكسكاس. صافي وكنديروا دابا 15 دقيقه فوق النار، يعني هادشي اللي كياخذ معانا نتوما كتشوفوا راه ما يحتاجش يعني اكثر من 15 دقيقه. ودابا عندنا كلشي راه كيطيب. غادي عندي الزبيب، انا الزبيب ما كنديروش في وسط الكسكسو، اللي بغا يديرو في وسط الكسكسو يعني يديرو دابا في هاد 15 دقيقه يكون فزكو مزيان، اولا يكون طيبو شويه في الماء ويديروه مع الكسكس. لكن انا ولادي ما كيبغيوش، حتى شي واحد ما كيعجبو في وسط الكسكسو، يعني كنديرو غير كنزوق به من الفوق. اللي بغاه كيجبدو عنده كياكلو، اللي ما بغاش كيخليه. يعني هذه الطريقه الافضل. واحد القبيصه نتاع الملحه صغيره، القرفه، معلقه صغيره نتاع القرفه، والسكر كندير واحد 2 معالق نتاع السكر، ونزيد عليهم الماء اولا اكثر من السكر يعني على حسب. كيما هكايا غادي نزيد شويه الماء وكنخليه 15 دقيقه فوق النار حتى كيتعسل ليا مع هاد القرفه ومع هاد السكر. 15 دقيقه كيكون واجد. صافي اخواتي بعد مرور 15 دقيقه صافي كنزلوا الكسكسو نتاعنا. نتوما كتشوفوا ما شاء الله رطاب. السكر ما نديروش حتى يدفى شويه، عاد نديرو له السكر. هو السكر كلاصي الصراحه انا ما كنفضلش نديرو في سميتو في الصفه، اي صفه من داخل، لا الصفه الشعريه اولا الروز اولا اي صفه ما كنديرش فيها سكر كلاصي، لان كيفزكها. يعني لا كنتو بغيتو كاع ديرو سكر السنيده الحبيبات. غادي نخليها تدفى شي شويه وغادي ندير لها السكر. وتقدروا تزيدوا شويه نتاع الزبده، الا شفتها ناشفه راه غادي نزيد شويه نتاع الزبده، نزيد واحد 50 غرام الا شفتها ناشفه. مازال خصها شويه الزبده، غادي نزيد واحد شويه نتاع الزبده. يعني دابا هزات لي 150 غرام، انا كنت درت غير 120، دابا هنا 150. لكن كيبقى على حسب الذوق نتاع الناس، يعني كاين اللي كيبغي الزبده، لكن هي صراحه نتوما كتشوفوا يعني خاصها شويه الزبده.
صافي اخواتي بعد ما دابت لينا الزبده نتوما كتشوفوا انا مازال سخون ما نقدرش ندير فيه يديا. غادي نديروا هذا الكاس نتاع السكر، والسكر كيبقى على حسب الذوق نتاعكم نتوما تديروا شحال ما بغيتوا، لان من بعد كنرافقوها مع يعني مع السكر كلاصي. هذا غير السكر حبيبات هو اللي كنفضل انا ندير لداخل. صافي اخواتي دابا غادي نقدموا الصفه نتاعنا. ها نتوما انا خليتها يعني شويه دفات شويه، ما نخليوهاش ما نديروهاش وهي سخونه بزاف. غادي نجيب صحن التقديم. انا وجدت هذاك نتوما شفتوا هذاك الزبيب يعني اللي طيبتوه عسلتو، اللوز قليتو شويه، والسكر والقرفه هادو هما سميتو اللي غادي يكونوا عندنا. بسم الله. انا غادي نقدموه عادي، لكن الزواق يعني تزوقوا نتوما كيما ما بغيتو. انا ضروري ناخذ وقتي في الزواق باش يعني باش نقدموه على الشكل اللي بغيت انا، لان باش كنبقى نفكر حاجه اللي تجي مع التبصيل. غادي ندير قدامكم الكسكسو والزواق. منين كنكمل اصلا كيبان يعني كلشي ديك الساعه تقدروا ديروا بحال الشكل اللي درت انا. هانتوما كتشوفوا كيجي حبه حبه، هانتوما كيجي رائع رطب. تبعوا غير المقادير بالضبط غادي يجيكم غزال. صافي اخواتي. والتزيين انا غادي نزين على خاطري، لكن من بعد ان شاء الله غادي تشوفوا الطريقه بالضبط كيفاش كيجي. وكنكونوا اخواتي وصلنا للشكل النهائي نتاع السفه نتاعنا نتاع الكسكسو. كنديروها على هذا الشكل هذا. هانتوما غادي تشوفوا يعني انا درت هكايا، فرقت باللوز من الفوق، ودرت اللوز مهرمش من هنا ومن هنا، ودرت الزبيب يعني فرقت الطبقه الفوقانيه، ودرت الزبيب كذلك في الجوانب يعني على 4 المرات هانتوما، والسكر والقرفه. يعني ما كاين حتى شي حاجه اللي هي صعيبه، ساهله والمنظر كيكون راقي. يعني خص غير شويه تاع التركيز، تعطيو الوقت. اي حاجه خصكم تعطيوها الوقت باش تجيكم زوينه. الا تسرعنا على الحاجه يعني ما غاديش تجينا زوينه. هانتوما يعني صفه الكسكسو نتاع زمان، وكنقدموها يعني شكل جديد، شكل راقي، كنرجعوها عصريه. وكنكون وصلنا للشكل النهائي اخواتي. الا عجبتكم الوصفه ديال اليوم شاركوا، ضغطوا على اللايك، خليوا لي تعاليق، شاركوا الوصفه مع الاهل والاصدقاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الى الوصفه القادمه ان شاء الله.